وخلي بالك انا قايل لك من الاول ما تربيش وخلاص. يبقى انا كده مش محتاج حد يشتري لي، انا هشتري لنفسي، وكده انا اخترت صح وهربي صح وهعلف صح، فبالتالي ان شاء الله النتيجه مكسب مضمون. انا جاي النهارده عشان اقول لك العجل الكسبان على طول هيبان. يا ترى انت بقى بتعرف تختار حيواناتك ولا لسه معتمد على التاجر اللي بيجيب لك الحيوانات ولا بتبعت حد يشتري لك؟ جاي النهارده عشان اقول لك ازاي تختار العجول الصح وتبدا بدايه صح، ودي حلقه جديده من سلسله ما تربيش وخلاص. السلام عليكم، معاكم الدكتور حماده عريضه استشاري تغذيه الحيوان، ودي سلسله ما تربيش وخلاص. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اسس اختيار عجول التسمين، ازاي تختار العجل بتاعك. خلينا متفقين ان احنا عندنا اغلب العجول اللي موجوده في السوق بتبقى عجول خليط. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا العجول البلديه، ما بيربيش العجول البلديه الا اللي ماسك قوي في حته ايه الطعم البلدي واللحم البلدي والكلام ده، وده في رايي كلام ما ياكلش عيش. اما بقى العجول الاصيله وديت زي ما بيقولوا تقدر على العجل المستورد الاصيل يربي. اما بقى غالبيه العاملين في المجال ده شغالين على العجول الخليط. طب هي العجول الخليطه دي اصلا جايه منين؟ اصلها ايه؟ اي عجل خليط هو معروف ان هو عباره عن سلطه مشترك فيها عدد كبير جدا من الجينات. انت طبعا عندك في مصر تلقيح صناعي، والتلقيح الصناعي بيبقى من سيمن عجول مستورده. فالعجل المستورد ده كده كده الاب ده معروف نسبه، معروف سلالته، معروف اصله، الجينات بتاعته معروفه. اما الام فالله اعلم بحالها، مش عارف بقى هي مواصفاتها ايه وهتدي لابنها ايه. طيب انت كده كده هتشتري عجل اصيل، طالما هتشتري عجل اصيل يبقى اختار العجل اللي طالع لابوه او اللي واخد صفات من ابوه، مش اللي طالع لامه. طيب ايه افضل السلالات الخليطه اللي موجوده عندنا دلوقتي؟ يعني الناس بتلقح بسلالات ايه؟ هنلاقي عندنا في السوق خليط من السيمنتات، خليط من البراون سيلز، خليط من الهيرفول، خليط من العجول الانجس، كل ديت خليط موجوده في السوق، خليط من الشاروليه، عندك كمان خليط من البليجن بلو. طيب انا لما اجي اختار ايه؟ لازم اشوف مواصفات السلالات دي اول، عشان لما يبقى قدامي عجل اقدر اختار واقدر احكم العجل ده واخد من ابوه طالع لابوه هيدي معدل نمو معايا كويس، ولا العجل ده واخد من ابوه الشكل بس. تمام؟ ففي عندنا مجموعه من المواصفات لازم تكون متوفره في الايه؟ في العجل. طبعا الصفات الاصيله او لو انت بتشتري عجول مستورده فبالتالي لازم يكون مطابق للنموذج او للسلاله بتاعته. امال العجل الخليط، العجل الخليط ده بقى ده بيرجع لك انت وشطارتك، انت تبقى عارف صفات السلاله وتشوف العجل محقق قد ايه، واخد قد ايه من ابوه. انت بتدي مثلا 10 صفات، 12 صفه، 15 صفه موجودين في الاب، بتشوف ابنه واخد منهم قد ايه، وبناء عليه تقدر تحكم انا لو خدت العجل ده هيعمل معايا ايه. طيب انا هاجي اقول لك بقى هنا ان العجل الكسبان على طول هيبان. بص يا سيدي، عرفنا مواصفات السلاله، طب تعالى بقى نشوف هنختار العجل بناء عليه. اول حاجه لما تيجي تختار العجل، تختار العجل اللي راسه صغيره، مش العجل ابو قرون اللي راسه كبيره، لا انا عايز راس صغيره والجبهه تكون عريضه. ده ايه؟ مواصفات سلاله. طيب ايه تاني؟ ظهر العجل يكون مستقيم، ما يكونش العجل مقوس ولا معوج ولا علوي ولا مفتول ولا عنده عيب في العمود الفقري، لا. كمان العجل اللي ماشي زي الالف زي ما بيقولوا، يعني ايه؟ يعني مظبوط، رجليه مش ماشيه بتخبط في بعضها. ليه؟ لان العجل اللي رجليه بتخبط في بعضها ده او معرقب زي ما بيقولوا، العجل ده بيجي بعد كده ويبقى معدلات تحويله ضعيفه وما بيقدرش يشيل اللحم اللي انت هتحطه عليه. طيب كمان خلي بالك المسافه ما بين الارجل الاماميه والارجل الخلفيه دليل ان العجل ايه؟ طويل وهيشيل معاك الوزن اللي انت هتحمله عليه. طيب الارجل الاماميه كل ما كانت مساحه الصدر كبيره دليل على ان القلب كويس والرئتين كويسين ومعدلات تنفس العجل وصحته كويس. تمام؟ فبالتالي انت هتختار العجل اللي صدره واسع. طيب ايه كمان؟ لما تيجي تشتري العجل ما تاخدش الرجلين رفيعه، العجل لو برجلين رفيعه استبعده. العجل اللي يكون ايه؟ اللي يكون القوائم بتاعته قويه ومتينه وفي نفس الوقت تكون رجليه ايه؟
رجليه مليان. كمان لما تيجي تشتري بقى العجل خد في بالك ان العجل تكون الرقبه بتاعته قصيره ومليان. طب ده دليل على ايه؟ دليل على ان العجل ده لو جيت تشوف مواصفات السلالات الاصيله هتلاقي ان العجول كلها الرقبه بتبقى مكتنزه باللحم. لما العجل يجي يرفع دماغه كده تحس ان في اتب على ايه؟ على رقبه العجل او على كتف العجل. فبالتالي لما اجي اشتري عجل خليط اشوف الرقبه بتاعته ملانه، يبقى العجل ده هيطلع لابوه هيبقى معايا عجل بطل وهيديني لحم صوبه. طيب كمان برضو يا باشا وانت بتختار ما تختارش العجل المبروم. يعني ايه مبروم؟ العمق بتاع العجل، عمق الصدر والبطن بتاع العجل ايه؟ ضيق، فبالتالي العجل ده هيفضل مبروم معاك عامل زي ما بيقولوا كده زي الحبل او حبل الطعم. امال اختار ايه؟ اختار العجل اللي عامل زي متوازي مستطيلات معاك، عجل يكون ايه؟ مليان ويكون ايه؟ واسع، جسمه ايه؟ واسع وخشبه عريض. كمان ما تاخدش العجل المكعبر. يعني ايه مكعبر؟ يعني العجل تلاقيه متلفس في بعضه شويه لحم مكتنز، ولما تيجي تشد الجلد بتاعه تلاقيه ما بيجيش معاك، ما فيش مرونه في الايه؟ في الجلد. امال ايه؟ العجل لما تيجي تشد الجلد بتاعه من عند الرقبه كده، لما تيجي تشد الجلد بتاعه من عند الرقبه كده وتلاقي ان الجلد بيجي معاك وبيطلع لبره كده يا مرن، فيبقى ده العجل ده مستقبله حلو وهيشيل معاك ومعدل تحويله هيكون كويس. كمان ما تاخدش العجل ليه؟ اللي بكرش. ليه؟ لان العجل اللي بكرش من صغره هيتعبك عشان يرفع الكرش ده، وفي نفس الوقت لو استمر بالكرش بتاعه هيبقى تصافيه وحش، فبالتالي بيعه وشراه هيبقى ايه؟ هيبقى تقيل بلغه الايه؟ بلغه السوق. طيب كمان بقى خد لي بقى الحته دي مهمه قوي، ان عيون العجل مش لازم عشان ابوه اجنبي يكون عينيه خضراء، لا ده انا عايز ان العجل ده يكون عينيه بتلمع، يكون ايه؟ عيون براقه، دليل ان الحيوان صحته حلوه. كمان لما تيجي تختار خلي بالك العجل ما يكونش لا بيكح ولا عنده برد، مفيش افرازات نازله من الايه؟ من الفم. ليه؟ لان العجل اللي بيكح ده هيخليك تكح تراب، وفي الاخر في الدوره هتلاقيك خسران خسران. يبقى اختار صح عشان تكسب ايه؟ عشان تكسب صح. طيب ايه كمان بقى؟ لما تيجي تختار العجل لازم تختار العجل اللي جلده لامع وشعره بيلمع. ليه؟ لان العجل اللي الشعر بتاعه خشن ده دليل ان العجل ده عنده طفيلات داخليه. كمان العجل اللي فيه قراد او فيه ايه؟ او فيه جرب او فيه قوم، العجل ده دليل ان هو ضعيف وعنده طفيلات داخليه وطفيلات خارجيه، والمكان اللي كان متربي فيه مش نظيف. فالعجل ده عشان ينضف وعشان يبدا يجاوب معاك هياخد معاك وقت. تمام؟ طيب يبقى انا اخترت العجل بالمواصفات دي. لو وصلت او قدرت ان انا اوصل للمواصفات دي او اختار العجول بالمواصفات ديتي، يبقى انا كده مش محتاج حد يشتري لي، انا هشتري لنفسي، وكده انا اخترت صح وهربي صح وهعلف صح، فبالتالي ان شاء الله النتيجه مكسب مضمون. وخلي بالك انا قايل لك من الاول ما تربيش وخلاص. واشوفكم في الحلقه القادمه، وان شاء الله لو في اي استفسار نسيبه في التعليقات. ما تنساش لايك وشير للفيديو، واستنانا في الفيديو القادم.